الحياة قصة. كل واحد فينا حياته عبارة عن مجموعة من القصص. علشان كده أنا بحب كل أنواع القصص، ولو أنت مهتم بالقصص وعارف أهميتها هطلب منك لايك يساعد في انتشار المحتوى، لأن تشجيعك ليا بالنسبة لي شيء مهم. وياريت تكتب تعليق بنوع القصص اللي أنت بتحبها. ويلا بينا نبتدي قصتنا النهاردة. بطلة قصتنا النهاردة اسمها نعمة، عمرها 40 سنة، تزوجت من 20 سنة، ليس لها أولاد. جوزها صابر كان بيحبها جدا، وقاوم عيلته كلها اللي كانت بتقول يتجوز عليها علشان الخلفة والأولاد، وخاصة إنه كان من الصعيد، وكان عمره 50 سنة، أكبر منها ب10 سنين. في يوم من الأيام توفى صابر، وترك نعمة تعيش لوحدها في عزلة بعيدا عن الناس، وكانت تعيش في شقة إيجار في إحدى المناطق الشعبية بالإسكندرية. وفي يوم من أيام الشتاء شديدة البرودة تساقط المطر كما يتساقط الفرح في قلبها، وقد عرفت خريف العمر ولم تعرف ربيعه. حياتها كانت متواضعة، جمالها كان متواضع، هكذا ستعيش وهكذا ستموت. عصفت الرياح لا خارج حجرتها فقط ولكن داخل نفسها، فصاحت صيحة اهتزت لها أركان كيانها كله: أيها الشيطان، لم يبقى إلا أنت. وأطرقت في شبه غيبوبة، وإذا الجدران تنشق ويظهر لها الشيطان كما كان يظهر من قبل، فإن أذنيه تسمع كل من ينادي عليه. فقال لها: ماذا تريدين أيتها المرأة؟ الجمال، الحياة، المتعة. قالت تلك الكلمات تلتايه في الصحراء يطلب الماء. اتفقنا، ليكي كل أنواع المتعة 10 سنين، وبعد ذلك أنت لي. حرر العقد ووقعت عليه، ومس الشيطان بيده جسم نعمة، فأحست برعشة، وكان في مراية. قامت تبص على نفسها، فإذا جمالها يضيء كأنه البرق، روعة، فتنة، سحر. ألقت نعمة بنفسها في نعيم الحياة، وغمرت جسمها في بحر اللذة والنعيم. ومر بها طيار الأيام إلى السنة 9، فجاءها الشيطان وفي يده العقد بيفكرها باقتراب الميعاد، فقالت: نعم، لم أنسى، ولكن ماذا؟ هناك متعة لم أحصل عليها بعد حتى الآن، متعة الروح. إيه؟ لقد تعهدت لي بكل المتع ولم يتبقى لي إلا متعة الروح. فوافق الشيطان واختفى، وترك نعمة إلى أفكارها، فقامت وخلعت هدوم الفتنة ولبست ملابس الإحرام، وذهبت إلى الحج، وانقطعت لأعمال الخير، وعاشت حياة طاهرة. وفي الميعاد المحتوم جاء الشيطان وطالبها بالالتزام بالعقد، ولما شافها ارتجف رجفة شديدة. ايه اللي هو شايفه ده؟ يا له من جمال من نوع آخر، جمال عميق ولطيف لا يعرف مصدره. خاف منها، بس قال لها: هيا إلى الجحيم. فقالت: نعم، هيا بنا إلى الجحيم. حان الموعد المنتظر، وماتت نعمة، فقد انتهى عمرها. وإذا بالشيطان يصرخ ويطالب بروح نعمة ليذهب بها إلى الجحيم. فاندهش الشيطان عندما رآها، وأخذ يصرخ بصوت عالي: إنها لي، فهي من أرواح النار. هل خدعتني تلك المرأة؟ عندها صاحت نعمة: لم أخدعك، أنا عندي وفاء بالعهد، خذني إلى الجحيم، دعوني أذهب معه إلى الجحيم. من الفضيلة أن أبر بوعدي. فقال الشيطان: أسمعتم؟ إنها لي. يا له من منطق، لقد أقرت بالوعد، ولكن ملائكة الرحمة أخذتها وابتعدت عنه، فصرخ قائلا:
ست عندها وفاء بالوعد، اتركوها لي. فقالوا: أتعترف أنها سيدة فاضلة؟ أين تذهب السيدات الفاضلات؟ إلى النار ولا إلى الجنة؟ فضاق بهم الشيطان وقال: خذوها، خلصوني، إنها ليست أكثر من امرأة واحدة، فلتذهب إلى الجحيم، أقصد فلتذهب إلى الجنة، ولكني لن أنسى أبدا أنها خدعتني في اليوم اللي سمت فيه الفضيلة متعة من متع الحياة.